أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لن نصبر على طعام واحد. يمكن كنا تعرضنا في الحلقة اللي فاتت إلى كلمة طعام واحد، مع أن هم كانوا بيأكلوا المن والسلو، إنما المن والسلو بقى متكرر ولا لأ؟ فيبقى ما دام رتابة الطعام يبقى هو طعام واحد، وإن كان مكون من إيه؟ من عدة إيه؟ من عدة إيه؟ ألوان. يبقى إذن لما تسمع كلمة واحد يعني لازم تمزجهم على انهم طعام، لانهم بياكلوه يا مع بعضه، يا بيعجنوه ده في ايده، يا بيغمسوه ده بايده، يعني بيعملوه طعام ايه؟ طعام واحد. ده كلام على الاول. كلمة واحد، الواحد دي احنا عرفنا انها اول العدد، طعام واحد اول الايه؟ فاذا انضم اليه مثله يصير ايه؟ اتنين. فإذا انضم إليه مثل يبقى إيه؟ الله. يبقى أصل العدد إيه كله؟ إما مفردا أو مضموما إلى شيء، مش كده؟ ده اسمه إيه؟ العدد. ولذلك لما جه يعرفوا العدد قال لك واحد دي صحيح هي أصل العدد، منه يتكون الإيه؟ العدد. وبعد ذلك لما تيجي لنفس العدد بقى غير واحد تقوم تجده يقول لك تعريفه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. يعني ايه حاشيتين متساويتين؟ افرض ان واحد قاعد في الوسط اهو، وعن يمينه واحد وعن يساره ايه؟ دي اسمها الحاشيه الاولى. ما تجيبش اللي على يمينه واحد وتجيب اللي على يساره اتنين، مش متساويين دول. يبقى ان خدت التاني من هنا خد التاني، التالت من هنا خد التالت، الرابع من هنا خد الرابع، يبقى اسمها حاشيته الايه؟ المتساويتين. يبقى لما يجي حاجه في الوسط كده وبعدين يجي عن يمينها حاجه وشمالها حاجه، نقوم دول حاشيتين ايه؟ ما تجيبش الواحد من هنا قصاد الاثنين من هناك، لا، هات الاثنين من هنا قصاد الايه؟ الاثنين من هناك. طيب الواحد ده نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. طيب وكلمه واحد بقى اللي قبله من الناحيه دي ايه؟ ابدا، صفر، لا شيء، مش كده ولا لا؟ طب واللي بعده ايه؟ اتنين، نصفهم كام؟ واحد. طب خمسة، الحاشية الأولى بتاعتها كام اللي الناحية دي؟ أربعة، واللي بعدها أربعة وستة. يا أخي أنا بقول الحاشية، أنا بقول العدد خمسة، حاشيته دي أربعة ودي ستة، مش كده؟ الحاشية الأولى أربعة وإيه؟ أربعة وستة كام؟ نصفهم كام؟ خمسة. يبقى اللي نقصوا عن اللي زادوا عما بعده نقصه عما ايه؟ عما اللي زادوا عما قبله نقصوا عما هات 10 حاشيتها القريبتين ايه؟ 9 و11، نصهم كام؟ الله، هي. طيب هات الحاشية الثانية، الحاشية الأولى 9، الحاشية اللي الناحية الثانية كام؟ 8، والحاشية الثانية من الناحية الثانية كام؟ 12 يا أخي. 8 يبقى 12، 8 و12 كام؟ نصفهم كام؟ 10. هات الحاشية البعيدة قوي 1، والحاشية الأخيرة 19، اجمعهم على بعض نبقى نصهم كام؟ برضه 10. هات أي حاشية واجمعها يطلع نصفهم. كلمة واحد ده بقى أصل الإيه؟ أصل العدد. نقول له وهو عدد أيضا، لأنه هو نصف مجموع حاشيتيه. الواحد ده يدل على وحدة الفرد، إنما قد يكون مجزأ، قد يكون إيه؟ مجزأ. ولذلك قلنا الله واحد، مش بس واحد، وأحد. واحد وإيه؟ وأحد. إيه واحد وأحد؟ واحد يعني ما فيش واحد تاني زيه، إنما أحد أي لا أجزاء له. يبقى أحد ورد على إيه؟ إن ملوش أجزاء. ما أنت واحد، مش كده؟ إنما ما أنتش أحد، مش كده ولا لا؟ أنت ليك أجزاء، مش كده؟
ولكن ايضا انت ما انتش واحد، لان فيه ناس كتير زيك، يبقى انت لا واحد ولا ايه ولا احد. مفهوم ولا لا؟ لكن الشمس واحد مش كده، انما مكونه من اشياء، تبقى ما هيش احد، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ربنا واحد، يعني ايه؟ ما فيش فرد تاني زيه. واحد مش مكون من اجزاء، مش مكون من اجزاء، ولذلك بايه؟ واحد من اسمائه الواحد والاحد. ما تقولش ان دي مكررات، قول له لا، دي تنفي الفرديه ودي تنفي الايه؟ تنفي التجزئه. لن نصبر على طعام ايه؟ واحد، مع انه مكون من المن، هو واحد لانه رتيب، انما مش احد لانه مكون من ايه؟ من اجزاء. ده كلام على الاول. دي حاجه بتجيلهم سماويه، رزق ايه؟ انما من التعنت يقول لك لا، طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش، نيجي نهز الشجر ما ينزلش عليه ندى، والطير ده بيجي كده ما يمكن ما يجيش، انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي ازرع فيها واشوفها كده قدامي. اذا ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب الماده عندهم. ما عندهمش ايمان بالغيبيات ابدا، مش واثقين بها خالص، وعندهم كلها ايه؟ حسيه. حتى نرى الله جهره، مش قالوا كده؟ حتى نرى الله ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. وكلمة يعني نصبر ديا يعني معناها انها بلغت المبلغ لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقة. بدلوا نعمة الله كفرا. فادع لنا ربك. الله، احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. لأن معيشتهم مع أهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الأرض عودهم مثل هذه المسألة. والذي يدلك على أنهم كانوا مستعبدين تعديد الألوان المطلوبة لهم في الطعام، مما تنبت الأرض من إيه؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني تقولها الحنطة، تقولها مثلا الخبز، تقول التوم. الله، كلها الأنواع إيه؟ أنواع بتاعت اللي بيأكلها اللي هم في الصف، مما يدل على أنهم كانوا إيه؟ مستعبدين. ومع ذلك حلت لهم عيشة العبودية، حلت لهم عيشة العبودية، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف إيه. ومع ذلك هم يقول لك إيه؟ طلعوها القصر زي ما بيقولوا في المثل الريفي، طلعوها القصر تتعلق، قالت 6 قرقوشة، مش قالت كده؟ قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. ادعوا لنا ربك يخرج لنا. هم طلب منهم ادعوا، مش كان هو يقول طيب الآية تقول فدعا الله، مش كده فاستجاب، انما قال يخرج، كأنهم يعني مسألة ضربة لازم. ادعوا لنا ربك ايه؟ معنى ادعو يعني ايه؟ اطلب من الله. الدعاء لون من الامر، لون من الطلب، بس عادة الامر يكون من الاعلى للادنى. انما حين تقول له للرجل اللي له مكانه اعطني كذا، لا يقال انك تأمره، ولكن يقال انك ايه؟ تدعوه. فساعة ما يتوجه طلب من الله اعطني يا رب، يبقى انت ما بتأمرش ربنا ان يعطيك، انما اسمه ايه؟ دعاء. لان الدعاء مفروض فيه ذلة الداعي امام عزة المدعو. ولذلك يقال اذا كان الطلب من ادنى لاعلى يبقى دعاء، واذا كان من مساو يبقى التمس، واذا كان من دون يبقى امر. يبقى انواع الطلب كام؟ 3. ان كنت تطلب من اعلى يبقى ده اسمه ايه؟ دعاء. ان كان من مساوي يبقى التماس، ان كان لادنى يبقى ده هو الايه؟ هو ده الامر. ادعوا لنا ربك. كانوا مؤدبين في الحكايه دي، يعني كويس اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك، مش كده ولا لا؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول. البقل كل نبات لا ساق له من الارض، مالوش ساق، زي مثلا الخاصة، زي الفجلة، زي الكراتة، زي الجرجيرة، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه؟
من بقلها وقسائها، القته بتاعتنا دي اللي هي صنف من الخيار ده، وقسائها وفومها. قلنا ايه؟ بعضهم قال ان هو الحنطه، وبعضهم قال ان هو الثوم الموافق للبصل. ما دام طلبوا البصل يبقى ما فيش مانع بقى ان يبقى دي الثوم يبقى يجي بقى. وفومها وعدسها ايه؟ وبصلها. قبل ان يجيبهم قرعهم، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ساعة إذا سمعت كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك. الباء إيه؟ المتروك. اشتريت الثوب بدرهم، يبقى اللي ترك إيه؟ الدرهم. أتستبدلون الذي هو أدنى، تاخدوا الأدنى وتتركم الخير. ما هو الخير المن والسلوى، يبقى الباء بتدخل على مين؟ على المتروك. أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني أمر إيه؟ أدنى يعني قريب، أمر هين، بالذي هو خير. خدها مقابل خير. أو من الدناءة، ما نقدرش نقول دناءة لأنها نعمة من نعم الإيه؟ نعمة من نعم الله، يبقى من الدون والقريب. مسألة سهلة دي. ليه؟ لأن قانون السببية فيها واضح. يعني الدنو إليك لأنك معطى أسباب، إنما أنت ما أعطيتش أسباب إن ينزل ندى على الشجر ويكون المن، ولا أعطيتش قوة إنك أنت تأمر الطير تعمل أسراب طير السماني ويقعد يجي لك. مش كده ولا لا؟ أنت الطير اللي بيجي لك ده له مواسم ولا لا؟ أنت بتتحكم فيه. أم قال دي أدنى إليكم، يعني أقرب إليكم لأنكم تقدروا تبشروه. إنما دي جاي منين؟ من الله، دي بأسباب عالية. أتستبدلون الذي هو إيه؟ هو أدنى، يعني الذي يخضع لأسبابكم ومتناولكم عن الذي هو خير، لأنه من عطاء الله المباشر. كله من عطاء الله صحيح، إنما ده العطاء المباشر لأن مالكش فيه صنعة، مالكش فيه صنعة. لما في الأرض أنت بتزرع وتقلع وتروي. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لم يقل بماذا أجابوا، والذي يدل على أنهم لم يقبلوا ذلك ولم يوجهوا بهذا التقريع قال لهم اهبطوا مصر بقى. ما هو لا يقال اهبطوا مصر بقى إلا إذا ما كانوش إيه؟ انصرفوا عن الطلب. يعني لو انصرفوا عن الطلب وقالوا لا ده صحيح، كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيه؟ هو خير، ما كانش قال لهم اهبطوا مصر. معنى قولوا اهبطوا مصر يبقى معناها أنهم ما إيه؟ ما قبلوش وأصروا على إيه؟ رغم تنبيههم إلى أن هذا أدنى وذلك إيه؟ وذلك خير. اهبطوا مصر. هنا الآية جاءت بمصر منونة، اهبطوا مصرا، مصرا. ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن ومن جلال شرفها إنها ذكرت في القرآن كده مصر كم مرة. هات لي كده بلد كده انذكرت هذا الذكر كده، اسم العلم ده، الاسم المنغم الجميل ده، مش كده؟ ربنا قال للموسى وهارون ايه؟ روحوا مصر واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. وقال أليس لي ملك ايه؟ مصر وهذه الأنهار ايه؟ وقال الذي اشتراه ايه؟ وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كل مصر ذكرت بغير تنوين. مصر يعني زي انتوا عارفين الممنوع من الصرف، الصرف هو التنوين، يعني ما بتتنونش إلا هنا. اهبطوا مصرا. هل مصرا دي هي مصر اللي موجودة في الآيات الأخرى؟ يعني يجوا مصر زي ما كانوا موجودين ايام فرعون وبيسمهم، يعني رجعوا للحالة الايه؟ حالة الأمر. طب ما نونها ليه؟ طب ما كان يجيبها برضو غير منونة كما وردت في بقية الآيات غير منونة. قال لك الشيء الممنوع من الصرف دي للعالمية والتأنيث إذا كان لبقعة أو مكان، مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنث، ومرة تلحظ أنه مكان يبقى مذكر. فإن لاحظت أنه بقعة يبقى عالمية وتأنيث تمنعه من الصرف، وإن لاحظت أنه مكان يبقى فيه إيه؟ عالمية ولا فيش فيه تأنيث. خدت بالك وياه؟ وقد تأتي بعض الألفاظ فيها عالمية وعجمة لكن ربنا صرفها في القرآن. كلمة نوح وكلمة لوط المذكورة في صن شمله صالح ونوح، مش كده؟ وشعيب، مش كده؟
ومحمد ولوط وهود، كل الاسماء دي كان المفروض ان تمنع من الصرف، مش كده كويس؟ الا انها صرفت لوطا نوحا منونه. قال لك عاده لما بيكون اسم وسطه ساكن والسكون خفيف فبينونوه ما يجراش حاجه. طيب يبقى اذا من الممكن ان تكون مصر هي مصر التي وردت في الايات الاخرى، ويبقى بيقول لهم عودوا الى ما كنتم عليه ايام سامكم فرعون سوء العذاب، ونونها اما لانه اراد المكان، واما لانها ساكنه الوسط كنوح ولوط فبقت خفيفه فنونها، او يكون المراد اهبطوا مصرا اي مصر. ما دام قال المساله قريبه سهله دي، يعني يبقى في اي مكان من الامصار ايه ممكن تلاقوه. طب واذا قال اهبطوا مصرا اخرجت مصر على انها مصر من الامصار؟ يبقى برضه من الممكن ان تراد ولا لا؟ يبقى من الممكن ان تراد. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. كلمه مصر بقى دي عاده كل مكان له مفت وامير وقاضي، يعني زي المدينه عندنا، زي المدينه كل مكان له مفت وامير وقاضي. ومصر مأخوذة من الاقتطاع لأنها مكان من العمران يقطع امتداد الأرض اللي هي خلاء، وبتقطع عمارة، تقف كده العمارة عمارة المكان يعني كده، يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع يبقى فصل بين فضائين. فصل يبقى إن أردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعتها، وإن أردتها من الجين فقد فصلت فضاءين، فضاء هنا وفضاء لأن كان المفروض إن زمان إنها كلها كده، وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح أنهت الفضاء من هنا، ودي كأنهت الفضاء من الناحية الثانية. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هي المشقة التي تؤدي إلى الانكسار، ودي من الممكن أنها ترفع عن الناس بأن يكونوا في حماية من يعزهم، لكن المسكنة وصف لازم، ما يقدرش واحد ما يعملكش مسكين إنما يقدر واحد ما يعملكش ذليل، يعزك ويقول دي في حماية. ولذلك في كلمة الذلة مسألة اليهود يقول ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني يعني يبقوا أذلاء إلا إذا أخذوا حبلا من الله بأن يعاهدهم نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم وهم في فعاشوا في حمى العهد، يبقى ما فيش ذل إلا بحبل من الله على يد رسول أو مؤمنين برسول، أو حبل من الناس، يجي واحد قوي ولو طاغي زيهم يجعلهم في في حمايته. ولذلك هم في أيام العهد المدني عهدهم مع سيدنا رسول الله كانوا كويسين أوي. ولما نيجي دلوقتي ونلاقي دول قوية عمالة بتساندهم، يبقى هم عايشين في حبل الله ولا في حبل من الناس؟ في حبل من الناس. يبقى إذن هي الذلة ملازمة. ولذلك شوف كلمة شو الدقة بقى، ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة يعني انت تعرف لما اقول لك النقد ده ضرب في مصر، لا طبع ده ضرب علشان كده، هو عشان يطلع البروز بتاعه ده. يبقى شوف بقى لما يجيب المعدن ده ويخلي الكتابه بارزه والارقام والمش عارف شوفها السكه دي تيجي شكلها لازم سكه قويه. هي كلمه ضربه زي انت ما تيجي تختم ختم، فضربت عليهم خيمه كده، يعني الزمتهم الذله والزمتهم كانهم في خيمه ما يقدروش لا يستطيعون ان يبارحوا الذله. المسكنه بقى دي قد تكون في الذاتيه، وقد تكون في ما تخلع على الهيئه من انكسار لغرض منها. وهم لما كانوا بيروحوا يدفعوا الجزيه، والجزيه بتؤخذ على القادر، كانوا يعملوا انهم
مساكين ويلبسوا هدوم ما مش كده وبتاع، علشان لما يجي يضربوا عليهم الجزيه يضربوها ايه؟ يضربوها ايه؟ بسيطه. ففي الذله قال ايه؟ دول الا بحبل من الله وحبل من الناس، لكن المسكنه ما قالش حبل من الله وحبل من ايه؟ لانها امر ايه؟ ذاتي، ما هوش امر ايه؟ طارئ الغير يحمله عنه. وضربت عليهم الايه؟ الذله والايه؟ والمسكنه، وباءوا بغضب من الله. يقال باء بالغضب أي أن الغضب مساو لما صنع. أن تبوء باسمي واسمك، يعني إيه تبوء؟ ترجع إلى الله باسمي واسمك. يبقى باءوا بغضب من الله، يعني إيه؟ رجعوا بغضب من الله. غضب مش غضب تعالي مساوي لما إيه؟ يعني ربنا كده ما جاب لهمش الغضب كده، لا ده بما إيه؟ يبقى بؤت بذنب فلان، يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع ايه؟ مع فلان. يبقى وباءوا بغضب ايه؟ وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يسترونها ويكفرون النعم، لا يذكرونها بشكر ولا يديمون ولاءهم للمنعم فيها بدليل تكرر وإذ 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 وإذ، دي كل إيه؟ كل نعم. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طب تصور بقى اللي بيقتل النبي ده، النبي ده المفروض فيه إيه؟ ده إنسان ربنا بعته أسوة سلوكية، صحيح ما بيجيش بمنهج جديد، يكون منهج كل نبي هو منهج الرسول الذي سبقه او الرسول الذي عصره، ولكنه يكون ايه؟ منهج سلوكي. لما يعز السلوك على المنهج يقوم ربنا يبعث انبياء يعصمهم من الخطيئه علشان يكون نموذج ايه؟ ليه؟ قال لك لان النماذج السلوكيه في الكون تقرب حمل الناس نفوسهم على المنهج. لانك لما تشوف واحد بشر زيك ومستقيم ومنفذ تقوم تقول ايه؟ اذا من الممكن ان انا ابقى كده. ادي ايه؟ السلوك. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه، لانه ايه؟ بشر، مش كده ولا لا؟ وملزم نفسه بالمنهج، وحواليه مثلا صحابه بشر والزموا نفسهم بايه؟ بالمنهج. اذا لما الناس تشوفهم يقول لك اذا المنهج ليس بالعسير ان التزم به. لكن لو ما كانش فيه نماذج سلوكيه تقول لا ده صعب على النفس، هو حد يقدر يطيق الكلام دي؟ يبقى اذن الانبياء جايين نماذج سلوكيه ليسهلوا على الناس التزامهم بالمنهج، بدليل ان اناسا مساوين لهم في البشريه استطاعوا ان يحملوا نفوسهم على منهج الله. ومن عاده الانسان انه اذا راى مساويا له صنع شيئا يقول الله، طب ما دام هو صنعه انا ليه ما اصنعوش؟ على طول يقلده. طب دول يجوا يقتلوا النبيين اللي هو نماذج أسوة، ليه بيقتلوهم؟ لأن دي بيفضح الفاسق، لأن اللي نموذجه سلوكي وملتزم يفضح مين؟ يفضح الفاسق. الفاسق يقول اشمعنى انا مش غادر ابن الكلب ده، يعني بس طالع لي كده كل يوم ساعة ما بيسمع الأذان بيجري على الجامع وملتزم، ولا مش عارف ايه، ولا بيبص كده ولا كده، ولا بيسهر وانا يلعب شوية ورق، ولا بيروح مثلا الخمارة، ولا بيعملش مش عارف ايه. يبقى لأنك بتحقره أمام نفسه، تحقره فيعز عليه إنه يجد إنسان استطاع أن يلزم نفسه بالمنهج وهو مش قادر على كده، يقوم يقول لك زيحوا من حياتنا دي. قد يجوز إن بعض الناس يستهزئون به، يقول لك الشيخ راح المطمطم ادعي لنا خدنا على جناحك، مش ده اللي بيحصل؟ ليه؟ بيسخروا منهم لعل السخرية والاستهزاء يثنيهم ليكونوا ايه؟ ليكونوا مثلهم، لأنهم مجرد وجودهم كده بيقدح دول في ايه؟ في رجولتهم الإيمانية، مش قادر، يقوم يحاول انه ايه؟ يهزأوا عشان يبقى ايه؟ ولذلك اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مش ده اللي بيحصل برضه؟ طب بص كده لأي واحد مستقيم في وسط جماعة مش ملتزمة، جماعة غير ملتزمة،
وشوفوا ما يكونوا مستقيم بينالوا ايه، مش كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، مش كده ولا لا؟ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون، مش كده؟ وما ارسلوا عليهم حافظين. شوف بقى الجزاء بقى من الله. فاليوم اللي هو يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا بيقول انا قدرت اجازيهم باللي عملوه فيكم؟ نقول له نعم، نقول له نعم بلى قدرت. هل اذن فقول الحق سبحانه وتعالى يقتلون النبيين اي لان الانبياء بعثهم الله اسوة سلوكية ليخففوا عن النفوس البشرية مؤونة التزامهم لمنهج الله، وهؤلاء لا يحبون من يهيج فيهم هذه المسألة ولا من يكون نموذجا للاستقامة، بل يحبون أن يكون الكل منحرفا.